AI. 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 Agents. AI agent. AI agent. AI system. AI agent. AI agent. AI agent. Agents. AI agent. AI agent. اغلب الفيديوهات على الاي اي ايجنسي يا اما كتكون معقده بزاف حتى ما كتفهم منها والو، اولا كتكون سهله بزاف بحال كتفرج في فيديو ديال الدراري الصغار. هذا الفيديو درتو للناس اللي بحالي وبحالك اللي ماشي تقنيين وماشي مهندسين ولكن كنستعملوا الاي اي كل نهار. سو بقى معايا لانني غادي نوضح لك داكشي بطريقه اللي سهله بزاف. في هذا الفيديو غادي نمشيو خطوه بخطوه، واحد جوج ثلاثه. غادي نبداو من حاجه كنا عارفينها واللي هي شات جي بي تي، من بعد غادي ندوزو للاي اي ورك فلوز، في الاخير غادي نشرحوا شنو هما الاي اي ايجنتس. غادي نشرح لك كل شيء بطريقه اللي بسيطه وامثله من الحياه الواقعيه ديالنا. وثيق بيا الا ديجا تفرج شي فيديو او سمعتي بهذا المصطلح بحال الراغ رياكت، راه سهله بزاف اكثر من داكشي اللي كتوقع. ودابا ندوزو للمستوى الاول، لارج لانجويج مودلز او باختصار ال ال امز. هذا المصطلح كيخلع شويه ولكن راه سهل بزاف. تخيل معايا ال ال ام بحال واحد الدماغ اللي كبير بزاف تدرب على مليارات ديال النصوص باش يعرف يهضر بحال الانسان. يعني شات جي بي تي ولا جيميناي ولا كلاود ماشي هما الذكاء الاصطناعي الحقيقي، هما فقط تطبيقات مبنيين على هذا الدماغ اللي كبير بزاف. الطريقه اللي كيتعامل بها سهله بزاف. نتايا كتعطيه طلب، مثلا كتب لي ايميل فيه لقاء قهوه، هو كيعطيك الجواب مباشره، ايميل اللي مقاد زوين بزاف. ودابا تخيل معايا سولت شات جي بي تي امتاش عندي لقاء القهوه الماجي، بلا ما نشوف الجواب حنا بجوج عارفين بانه ما غاديش يقدر يجاوبني على هذا السؤال، حيت ما عطيش انا الاكسس لجوجل كالندر ديالي. وهنا كنكتشفوا جوج حوايج مهمين على ال ال امز. اولا، بالرغم من انه تدرب على بزاف ديال البيانات، راه ما كيعرفش المعلومات الخاصه ديالك بحال المواعيد ولا الملفات الداخليه. ثانيا، هو باسيف، يعني كيتسناك تسول عاده باش يجاوب، ما يقدرش يخدم بوحدو. تخيل معايا قلت لشات جي بي تي ملي نسولك على المواعيد ديالي، اولا سير قلب في جوجل كالندر ديالي ومن بعد جاوبني. النتيجه ملي غادي نسولو فوقاش عندي قهوه مع سعيد، وهنا غادي يجاوبني بطريقه اللي صحيحه، لانه اولا مشى لجوجل كالندر ديالي وجاب المعلومه من تما كايناش. يعني ما بقاش غير كيقدر ولا كيعتمد على بيانات حقيقيه قبل ما يجاوبني. هادشي زوين بزاف ولكن راه مازال ماشي ايجنت، حيت انا قلت ليه شنو يدير وانا اللي حددت ليه الخطوات اللي خاصو يمشي عليهم. ولكن هنا فين كيبدا المشكل. تخيل معايا شات جي بي تي بعد ما جاوبني على امتاش غادي نتلاقى مع سعيد، سولت شات جي بي تي كيفاش غادي يكون الجو داك النهار، وهنا غادي يتخربق عليه كل شيء، حيت هو في داير بالو ان كل مره كتسولوا على المواعيد كيمشي لجوجل كالندر ويجيب المعلومه، ولكن جوجل كالندر ما فيهاش معلومات على الطقس. هنا كيبان لنا واحد السر اللي مهم بزاف. الاي اي ورك فلوز كيخدموا في واحد المسار او خطوات اللي انت ديجا حددتيهم ليه، ولكن ما يقدرش يخرج من داك المسار، وهذا كيتسمى عند المبرمجين كنترول لوجيك. دابا نقولوا زدت شويه ديال المكونات في الورك فلو ديالي. خليت شات جي بي تي يدخل الكالندر ديالي، وزدت عليه اي بي اي ديال حاله الطقس باش يعرف الحاله الجويه، وزدت عليه موديل ديال الصوت باش يجاوبني بحال روبو. يعني ملي غادي نسولو كيفاش غادي يكون الجو يوم ديال اللقاء ديالي مع سعيد، راه غادي يعطيني الجواب اللي باغي. ولكن شوف، حتى لو انني زدت 1000 خطوه من هذا النوع راه مازال ماشي اي اي ايجنت. علاش؟ حيت انا كانسان مازال كنقول ليه اشنو يدير ومازال كنحدد ليه الخطوات اللي خاصو يتبع، وهو غير كينفذ. واحد المصطلح اللي يمكن لك ديجا سمعتيه او اللي اول مره غادي تسمعوه هو الراك، Retrieval Augmented Generation. كيبان معقد ولكن ثيق بيا راه ساهل بزاف. الفكره هي ان الذكاء الاصطناعي قبل ما يجاوبك كيدير واحد البحث صغير بحال كيقلب في جوجل، ومن بعد كيرجع يعطيك الجواب مبني على المعلومات اللي لقى. يعني ملي كنسول شات جي بي تي شنو هو اخر تحديث ديال شات جي بي تي 5، عوض ما يختار على الجواب من عنده غادي يمشي اول حاجه يقلب في الموقع ديال اوبن اي اي، ومن بعد غادي يرجع يشرح لي النتيجه اللي لقى. هذه هي الراك، بحال الورك فلو اللي صغير بزاف كيخلي شات جي بي تي اكثر دقه. دابا نعطيكم مثال واقعي. تخيل معايا هذا الورك فلو اللي بنيت في ان. اول خطوه في هذا الورك فلو انه كيخدم كل نهار مع 8 ديال الصباح. الخطوه الثانيه انه كيجمع ليا جميع الاخبار ديال الاي اي من مصادر اللي مختلفه. الخطوه الثالثه كيعطيهم لهاد ال امز وهي كدير لهم تلخيص وكتعزل افضل 5 ديال الاخبار على الاي اي. رابع خطوه معنا انه كيجينيريتي واحد الاي اي ايمج. الخطوه الاخيره كيرسل ليا كل شيء في تيليجرام. يعني كل حاجه منظمه خطوه ورا خطوه، ولكن راه مازال ماشي اي اي ايجنت، حيت انا اللي برمجت المسار كامل من الاول وعطيته الخطوات اللي خاصو يتبع. ولكن شوف، حتى في هذا الورك اللي كيبان زوين ومنظم كاين واحد المشكل اللي كبير بزاف. تصور معايا درت كل شيء وجاتني النتيجه ديال ال ام، الارتيكل اللي عطاني ما فيش داكشي اللي باغي انايا. شنو خاصني ندير؟ خاصني نرجع ونبدل البرومبت في ال ام، نجرب ثاني ونشوف النتيجه اللي غادي يعطيني. يعني التجريب والتصحيح كامل كنديرو انا كانسان. وهنا كيبان الليميت ديال الاي اي ورك فلوز. هو خدام ولكن ما كيتعلمش من الاغلاط ديالو. ودابا وصلنا للمستوى الثالث، الاي اي ايجنتس. غادي نكملوا بنفس المثال ديال ان اتش ان
باش تشوف بالضبط شنو كيتبدل في هذه المرحله. انا في المثال ديالي كنت كندير جوج حوايج. اولا كنفكر كيفاش نحقق الهدف ديالي، كنجمع الارتيكلز ديالي كنلخصهم وفي الاخير كنرسلهم في التليجرام. وثانيا كنخدم بادوات بحال HTTP request LLM Telegram Sender AI image generation. ولكن دابا شنو خاص يوقع باش يتحول هذا النظام من AI workflow ل AI agent؟ خاصني انا الانسان اللي كيتاخذ القرار نتبدل بالذكاء الاصطناعي اللي كيفكر ويتصرف. يعني ال LLM هو اللي ولا كيقرر، كيتاخذ القرار وكيفكر بوحده. باش النظام ديالك يتحول ل AI agent فعلا خاصو يبدا يفكر، يعني ماشي غير يتبع خطوات او الاوامر ديالك، ولكن يسول راسو شنو هي الطريقه الافضل باش نوصل للهدف ديالي. يعني في هذه الحاله ال AI agent غادي يقول واش نجيب الارتيكلز كاملين ونقراهم واحد بواحد؟ لا لا لا, لا. هذه طريقه طويله بزاف. اسهل طريقه انني من الاول نختار شنو هما افضل 5 ديال المقالات، ومن بعد نجمع هذه المقالات وندير لهم تلخيص، ومن بعد ننظمهم ونصيفطهم واحد بواحد، وفي الاخير نصيفط التلخيص ديال كل ارتيكل مع الصوره ديالو والرابط ديال الارتيكل. وهكا ولا كيتصرف بحال الانسان اللي كيفكر بطريقه اللي ذكيه. وثالث ميزه كتميز AI agents انه يقدر يطور من راسو بوحدو. تعقل من اللي قلت لك بانني خاصني نرجع ونبدل البرومبت باش يكون الارتيكل احترافي. AI agent ما كيحتاجش هادشي لانه يقدر يدير هذه الخدمه بوحدو. يكتب النسخه الاولى ومن بعد كيسول راسو واش فعلا هذه النسخه منظمه، واش فعلا احترافيه، ومن بعد كيزيد مرحله جديده يخلي LLM واحد اخر كينتقد الخدمه ديالو وكيكرر هذه العمليه حتى كتولي النتيجه 10/10. يعني كيدير مراجعه ذاتيه للاجابه ديالو بحالو بحال الانسان. اللي عطيتكم من قبل كان غير مثال، دابا نشوفوا مثال واقعي على الاي اي ايجنت. واحد من كبار الباحثين في العالم اندرو انجي دار واحد التجربه اللي زوينه بزاف. وكيل ذكاء بصري AI vision agent. ملي كتكتب في الموقع كلمه سيكر، الايجنت كيبدا يخمم شنو هو المتزلج. هو شخص فوق سكي كيتزلج فوق الثلج، ومن بعد كيدخل يخدم فعلا، يقلب في المئات ديال الفيديوهات وكيشوف اللقطات اللي فيها المتزلجين وكيعطيك هذه المقاطع مباشره. يعني دا reasoning action result، كلشي بوحدو بلا اي تدخل من الانسان. باش نختموا هذا الفيديو غادي نختصر لكم مستويات ديال الذكاء الاصطناعي اللي شرحناها اليوم. المستوى الاول LLMs، كتعطي سؤال وكيعطيك جواب سهل ولكن محدود. المستوى الثاني AI workflows، كتعطي واحد النظام اللي فيه خطوات واوامر، كيخدم بالادوات اللي برمجتيها ليه ولكن ما كيعرفش يبدل الخطوه او لا يصحح الاخطاء راسو. المستوى الثالث AI agents، وهادو هما المستقبل، كتعطيه هدف هو كيفكر، كينتقد، كيراقب النتيجه وكيحسنها بوحدو. يعني ولا هو الصانع الحقيقي ديال القرار في هذا النظام. ودابا ولات عندك صوره واضحه على شنو هو الفرق ما بين شات جي بي تي والاي اي ورك فلوز اللي كيتبعوا الخطوات والاوامر، والاي اي ايجنتس اللي كيتاخذوا القرارات بوحدهم. هذا المفهوم مهم بزاف لانه هو المستقبل ديال الادوات اللي كنستخدموهم كل نهار. الا عجبك الفيديو ما تنساش تفرج في الفيديو اللي قبل منه فين شرحت الطريقه الصحيحه كيفاش تكتب برومبت قوي. وخلي لي في الكومنت واش بغيني ندير فيديوهات تعليميه كيفاش تصايبوا هاد الاي اي ايجنتس في الان اتش ان. وبيناتنا ديروا لايك واشتراك، وما تنساش تبارطاجي مع صاحبك اللي باغي يتعلم الذكاء الاصطناعي.